الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد المزوينه واللي سميتها بيلا واللي كانت كتلعب مع باباها حدا البحر وكانوا فرحانين بزاف مع بعضياتهم. واحد شويه هي طاح في الماء وكانت عليه تغرق، ولكن باباها اعتقها حيت هي ما كتعرفش تعوم. ودازت واحد المده وبيلا بعدت على باباها بسبب الخدمه ديالها، وبيلا تصاحبت مع واحد المجموعه ديال الاصدقاء اللي كانوا مشاغبين واللي كانوا كيديروا اي حاجه طاحت لهم في بالهم، وكانوا كيسرقوا الطوموبيلات والمحلات. واحد النهار حصلوا وشدهم البوليس، وسولها المحقق واش عندها شي واحد في العائله اللي يخلص ليها الغرامه بلا ما تدوز ديك 3 سنين في الحبس. ولكن بيلا قالت لهم باللي هي مقطوعه من شجره وما عندها حتى شي واحد، وهكذا دوزت المده ديال الحبس اللي حكموا عليها. وملي داز ديك الفتره خرجت من الحبس ولقات واحد السيد كيتصل بها في التليفون، واللي علمها باللي باباها مات وباللي هو الصديق ديالها، وباللي باباها خلى ليها واحد الورث واللي هو واحد اليخت كبير وراها اليخت ديالها ووقف معاها حتى صوبت الوراق. من بعد عرفها على واحد الراجل اللي تو لوسون واللي هو الشيفور ديال اليخت واللي كان خدام مع باباها. ودخلت بيلا لليخت ديالها باش تشوفو، ولقاتو كبير وزوين بزاف وانيق. وفي الليل مشات لواحد البار وتعرفت تما على واحد السيد وبقاو كيشربوا بجوج بهم. وملي سد البار واقترحت عليه باش يمشي معاها لواحد البلاصه زوينه ويكملوا فيها السهره ديالهم، وخداتو بيلا اليخت ديالها باش يكملوا الليله تما. واحد شويه كنشوفوا داك السيكوريتي اللي كان في اليخت واللي كان كيشوف في الكاميرات، وبنت ليه واحد الكاميرا ما خداماش. وملي مشى باش يشوفها وتفاجئ بواحد العصابه اللي هجمت عليه وقتلوه. وهنايا كنعرفوا باللي ديك العصابه جايين باش يسرقوا واحد الكوفر اللي كان في اليخت ديال بيلا. ودخلوا لداخل وتحركوا باليخت حيت كيتسحاب ليهم واش ما فيه حتى شي واحد. وفي هذا الوقت بيلا ضربتها الفيقه وقالت لصاحبها بلي اليخت كيتمشى. وملي مشاو باش يشوفوا شنو كيوقع لقاو السيكوريتي مقتول، وقال لها صاحبها بلي خصهم يهربوا من هنا دغيا، وطلب منها باش تنقز في البحر، ولكن هي قالت ليه بلي ما كتعرفش تعوم. وقال لها بلي هو غيمشي ينقز في الماء باش يمشي يطلب ليها المساعده. ولكن العصابه سمعتهم اللي نقز في الماء وبداو كيتيروا فيه، وملي قرب يهرب تيروا فيه يقتلوا. وبيلا تخبات دغيا قبل ما يقتلوها. والعصابه قلبوا داك اليخت كامل ياك ما بقى شي واحد تما. وكان لاحظوا باللي واحد من دوك العصابه كان هو لوسن الشيفور ديال اليخت. ولوسن كان كيهضر مع واحد من العصابه وقال ليه بلي هو ما متفقش معاهم على هذا الشيء اللي كيديروا وما اتفقوش على القتيل. وفي هذا الوقت خرجت بيلا من ديك البلاصه اللي كانت مخبيه فيها ومشات تجيب معاها واحد الموس باش تدافع فيه على راسها. وصلت للتليفون ديالها وبغات تستعمله، ولكن لقات الريزو ما كاينش في ديك البلاصه. وكانت كتقلب على الراديو ديال اليخت باش تطلب منه المساعده. والعصابه لقاو داك الكفر اللي كانوا كيقلبوا عليه واللي كان عامر بزاف بالفلوس، وكانوا كيجربوا المحاولات ديالهم باش يفتحوه. وهكذا قدرت تواصل مع البوليس ديال البحر وصيفطات لهم حتى الموقع ديالها. والعصابه سمعوها وجاو باش يقتلوها، ولكن هي كانت ساده الباب مزيان وقدرت تهرب منهم. وملي كانت خارجه تلاقت مع لوسون ولكن هو خلاها تهرب. والعصابه كانوا خايفين واتفقوا باش يحلوا داك الكفر دغيا قبل ما يجيو البوليس. ومشاو خباو ديك الجثه ديال السيكوريتي. وكانت بيلا كتهضر مع لوسل وطلبات منه باش يعاونها، وقال ليها بلي كاينه واحد الفلوكه صغيره مورا اليخت وخصها تمشي تهرب به قبل ما يلقاوها. وعلى غفله جا واحد من دوك العصابه وكيعيط عليه ونزل لعنده وخلاها. وكان داك المجرم شك فيه بلي كيهضر مع شي واحد وطلع باش يقلب الفوق، ولكن بيلا قدرت تخبى في واحد البلاصه اللي ما كتبانش. وقبل ما يلقاها سمع الصوت ديال البوليس ومشى بحاله. وملي دخلوا عندهم البوليس قالوا ليهم بلي شي واحد في هذا اليخت طلب منهم المساعده، ولكن العصابه قالوا ليهم بلي هما عندهم الدنيا هانيه وما كاين لا مشاكل لا والو، وبلي هما غير دخلوا لليخت الغلط. وكانت بيلا كتحاول تخرج من بلاصتها ولكن ما قدراتش، بحال الا تحبست تما. والبوليس فتشوا اليخت كامل. وملي وصلوا لذاك البيت اللي خباو فيه السيكوريتي اللي قتلوا، رئيس العصابه كان كيدخل عليه باش ما يخليهش يدخل تما، وكان كيوجد السلاح ديالو باش يقتلو. ولكن داك البوليسي جاه واحد الاتصال وخرج من داك البيت قبل ما يشوف ديك الجثه. وبيلا استعملت الموس باش تخرج من ديك البلاصه، ولكن ما عندهاش الزر حيت خرجت من تما ولقات البوليس مشاو بحالهم. والعصابه رجعوا لداك الكوفر باش يحلوه وبقاو مدابزين معاه حتى تحل. ولكن هما تفاجئوا بزاف ملي ما لقاوش الفلوس اللي كانوا عوالين عليهم، ولقاو غير واحد السلسله صغيره تما. ومشات بيلا طلبات من لوسن باش يوصلها لذاك الفلوكه الصغير. وملي وصلوا لذاك الفلوكه قرر باش حتى هو يهرب معاها. وفي هذا الوقت العصابه كانوا كيوجدوا في دوك القنابل حيت كانوا متفقين الا خداو الفلوس باش يفرقعوا داك اليخت. وداك المجرم سمع بلي شي واحد كيتمشى في داك اليخت ولقى بيلا قدامه وضرباتو بالصندوق وهربات، وهو تبعها وهجم عليها وبقاو كيدابزوا بجوج بهم، ولكن هو شدها وبغى يخنقها. وفي اخر لحظه وصل لوسن وتيرا فيه بالفردي وهكا عتقها منه. واحد من هذوك العصابه سمع الصوت ديال الرصاص وملي مشى باش يشوف شنو كاين لقى صاحبه مات. وفي هذا الوقت بيلا ولوسن قدروا يهربوا بداك الفلوكه، وداك المجرم بقى كيتيري فيهم بالقرطاس وجات وحده فيهم في الدراع ديال لوسن، ولكن واخا هكذا قدروا يهربوا منه.
وبقاو غاديين حتى لوسط البحر. وقفات بهم ديك الفلوكه حيت سالا ليها المازوت، وقرروا باش يبقاو وسط البحر حتى الصباح بما يجي شي باطو ويعتقهم. وفي الصباح ملي فاقوا لوسن عاود ليها على الحياة ديالو وباللي دار هادشي وتعاون مع ديك العصابه باش يجمع الفلوس على قبل بنته اللي مريضه، وعاودها على باباها وبلي هو راجل مزيان، وعطاها واحد المذكره اللي عرفت منها بلي باباها سرق بزاف ديال الفلوس من المجرمين، ولكن هو تبرع بهم كاملين للخيريات. وفي هذا الوقت وصل واحد الباطو لعندهم واعتقهم، ولقات داك مول الباطو هو صاحب باباها، وتفاجأت بزاف حيت لقاتو واحد من دوك العصابه حيت هو قتل لوسن وهي ضربها حتى سخفات، وجابها معاه لليخت باش توريهم البلاصه ديال الفلوس وفين خباهم باباها، وباللي هما غيقتلوها الا ما اعترفتش ليهم فين كاينين. من بعد وراتهم بلا ديك المذكره اللي كانت معاها، وهنا يعرفوا باللي باباها تبرع بدوك الفلوس كاملين وبقاو مصدومين. والرئيس ديال العصابه طلع ليه الدم وضربه وقال لي علاش ضحكت علينا وقلت لنا بلي الفلوس كاينين في اليخت. استغلت بلا الفرصه وهربات وخدات معها هذيك القنبله، وصاحب باباها تيرك داك المجرم وقتلو، ومشى كيقلب على بلا حيت عارفها ما كتعرفش تعوم، ولكن هو تفاجأ ملي لقاها نقزات في الماء وتصدم بزاف ملي عرف بلي بلا خلات ليه القنبله تما. وفعلا غير داز دقيقه هو يتفرقع داك اليخت، وكانت بلا علين تغرق، وتفكرت ملي كانت صغيره ملي عتقها باباها من الغرق. وهنايا بدات كتحاول تعتق راسها حتى جاو البوليس وعتقوها، وسولتهم بلا باش عرفوا بلي هي غتحتاج المساعده ديالهم، وقالوا لها بلي الصديق ديالها اللي تيرو فيه العصابه راه كاع ما مات وبلي هو اللي علمهم. وملي دازت واحد المده بلا خدات الفلوس ديال لاسورانس ديال داك اليخت واللي كان واحد المبلغ الكبير بزاف. من بعد مشات مع الصديق ديالها للدار ديال لوسن وعطاتهم واحد المبلغ ديال الفلوس على قبل العمليه ديال بنت. من بعد مشات مع صاحبها باش يكملوا الحياه ديالهم بجوج بهم.